السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من كرة كل يوم. أول كلامنا وخير الكلام صلى على الحبيب قلبك كتير. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصلى على سيدنا محمد في الآخرين، وصلى على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم ارحمنا وارحم مشايخنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فك كرب المكروبين وسد دين المدينين، وارزق كل عقيم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم القدس في حفظك وامانك، اللهم رد القدس الى اهله. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم اغفر لامامنا وشيخنا الكبير الشيخ اسامه عبد العظيم محمد حمزه. اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه. اللهم اغفر لاخي وصديقي محمد حسين منصور وزة. اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه. 5 لاعبين داخلين للأهلي و5 لن يلعبوا. صالح سليم والاعتراض على التحكيم موسم 87-88. فجور إبراهيم نور الدين. مباراة الزمالك وسيراميكا، مباراة الزمالك وسموحة، مباراة الأهلي والإنتاج الحربي. إبراهيم الأبيض يبحث عن اللقطة. بدايته كانت 2002 ونهايته 2024. ماذا قدم نور الدين في 22 حكم في 22 عام تحكيم؟ هل يكون هذا اللقاء هو آخر لقاء يدور طاقم حكام مصري؟ لماذا يتم العناد بين اتحاد الكرة والرابطة في استخدام حكام مصريين للقمة؟ نبدأ كلامنا. الناس اللي بتتكلم ان صالح سليم كان بيقول احنا خدامين الحكام. صالح سليم لما قال الحديث دوت كان في حوار مع لاعبي النادي الاهلي، وكان بيقول لهم احنا خدامين الحكام، العب واجتهد بمجهودك وسوف تفوز، ولن يستطيع الحكم ان يظلمك. ولكن عندما تم ظلم النادي الاهلي في موسم 87-88 وكان لقاء النادي الاهلي والمحله، وكان ابراهيم النادي حكم اللقاء، لازم المحله تقدم في الدقيقه 65 من الشوط الثاني بهدف مقابل لا شيء. في الدقيقة 88 تم عرقلة إبراهيم حسام حسن داخل منطقة الجزاء، وقام إبراهيم النادي باحتساب ضربة جزاء، وهاج وماج الجميع، ومسك طاهر أبو زيد ضرب الكرة واستعد لتسديد ضربة الجزاء. ولكن الديبة مراقب المباراة نزل إلى أرض الملعب وقال لحكم اللقاء اسأل اللاينز مان الكرة كانت من تسلل، وراحوا وقفوا الثلاثة مع بعض واتكلموا، ورجع الحكم في قراره واحتسب تسلل. في ذلك الوقت كان من صعب جدا أن يعود حكم لقاء في قراره، وتم إلغاء الكرة واحتسابها تسلل. لاعبي النادي الأهلي انسحبوا من اللقاء وخرجوا من المباراة. المباراة القادمة كانت للنادي الأهلي أمام نادي الترسانة. حسن عبدون كان رئيس الاتحاد الكرة المصري، وقرروا أن الأهلي تم خسارته للقاء أمام غزل المحلة بهدف مقابل لا شيء، ولم يتم ذكر أن الأهلي قد انسحب. وحكم اللقاء كتب في تقريره أن النادي الأهلي أن المباراة انتهت في وقتها الرسمي، والنادي الأهلي أكمل المباراة حتى نهايتها، وانتهى اللقاء بفوز المحلة على النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. المباراة القادمة للنادي الأهلي كانت أمام نادي الترسانة. الأهلي لم يذهب إلى اللقاء إلى الاستاد، ولم يتم إقامة اللقاء، وتم إقالة حسن عبدون واتحاد الكرة بالكامل، وتعيين إبراهيم الجويني رئيس لاتحاد الكرة في الفترة الانتقالية، وعاد حسن عبدون بقرار محكمة بعد ذلك. إذا من يقولون أن صالح سليم لم يحتج على التحكيم، هذا أبرز قرار على احتجاج صالح سليم على التحكيم. والقرار الآخر كان من النادي الأهلي الاحتجاج على التحكيم عقب اتخاذ النادي الأهلي قرارا بعدم المشاركة في بطولة أفريقيا لأسباب كثيرة، منها سوء مستوى الحكام، وكذلك أيضا الجوائز المالية الضعيفة جدا في بطولة أفريقيا نظرا لما كان يتكبده الأندية المشاركة من صرف مصاريف كبيرة جدا. وتم إيقاف النادي الأهلي لمدة 3 مواسم استطاع فيها النادي الزمالك أن يحرز بطولتين من بطولة أبطال الدوري. نيجي بقى لإبراهيم نور الدين وحكايته مع التحكيم المصري. إبراهيم نور الدين في تحكيمه في علاقاته مع التحكيم المصري في الموسم الماضي كانت مباراة الزمالك وسموحة، وكان حكم اللقاء إبراهيم نور الدين. في أول دقيقة من اللقاء كانت يوجد دهس
من حمزة المسلوسي على قدم حسام حسن لاعب نادي سموحة. حكم اللقاء لا يرى لا أسمع لا أتكلم، واستدعاه حكم الفار وشاهد اللقطة، ثم عاد بالبصة الشهيرة بتاعته وأشار لاستئناف اللعب بإسقاط، ولم يحتسب ضربة جزاء لصالح النادي سموحة في أول دقيقة، وكانت تستوجب إنذار أيضا. ثم بعد ذلك احتسب ضربة جزاء من وحي الخيال نتيجة لمس الكرة لاعب نادي سموحة اللي لعب الكرة بدماغه، والفار استدعاه ووراله اللقطة ورجع برضه وأصر على احتساب ضربة جزاء. انتهى الشوط الأول بهدفين مقابل لا شيء. أحمد سامي كان المدير الفني لنادي سموحة في هذا اللقاء في هذه المباراة، وعندما سئل عقب المباراة قال لهم ما هو المنتظر من لاعبين شايفين التحكيم بيسير في اتجاه واحد، ضربة جزاء صحيحة لنا لم تحتسب، وضربة جزاء غير صحيحة بالمرة تم احتسابها علينا. في الموسم قبل الماضي كانت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، وكانت ضربة جزاء عن طريق الدفع والجذب من التيشيرت، ولم يحتسبها حكم اللقاء إبراهيم نور الدين واستدعاه الفار، وكانت عرقلة عن طريق محمد عواد ودفع باليد تقريبا برضو أيضا من حمزة المسلوسي، ولم يتم احتساب ضربة جزاء، وتم فوز نادي سيراميكا كليوباترا بهذا اللقاء. كانت المباراة الشهيرة للنادي الأهلي أمام الإنتاج الحربي، وضربة جزاء واضحة وصارخة لصالح وليد أزارو من المسك والجذب ومقص سوبر سوفليكس، يسقط وليد أزارو على الأرض، لم يحتسبها حكم اللقاء، وحتى الحكم الخامس الذي كانت الكرة أمام عينيه ولم يتم احتسابها. أيضا كانت مباراة الأهلي وطلائع الجيش، والكرة التي تخطط المرمى في الموسم قبل الماضي، وهي كانت آخر مباراة أطاحت بالنادي الأهلي من بطولة الدوري الموسم قبل الماضي. الكرة تخطت الخط ولم يتم مراجعتها عن طريق الفار الذي لم يستمر سوى 10 ثواني وأشار باستمرار اللعب. إذا إبراهيم نور الدين سوابقه الكثيرة مع النادي الأهلي كانت كثيرة، والناس اللي بتتكلم وبتقول إن النادي الأهلي في المباراة الوحيدة اللي حكمها إبراهيم نور الدين ما بين الأهلي والزمالك انتهت بفوز النادي الأهلي بهدف نظيف أحرزه أحمد توفيق. لو كان لاعب من النادي الأهلي كان أحرز الهدف دوت، كان إبراهيم نور الدين حسب تسلل على النادي الأهلي. دي أضحوكة برضو أنا بمزح بس فيها، لكن من كتر الأمور اللي إبراهيم نور الدين عملها أو الأخطاء الفادحة اللي وقع فيها، فتاريخه سيء جدا. هجيله على التاريخ الأفريقي، ولما احتسب هدف للترجي التونسي من خطأ كان واضحا جدا على لصالح حارس المرمى، مش فاكر كان سيمبا التنزاني ولا كان مين حارس الفريق اللي كان بيلعبه في بطولة أفريقيا، كان خطأ واضح جدا، وتم من بعدها عدم تحكيمه في البطولات الأفريقية وإسناد مباريات له في بطولة أفريقيا. كذلك لما يتم إسناد له مباريات في بطولة أفريقيا الماضية، كأس الأمم الأفريقية الماضية، إبراهيم نور الدين هو حكم يبحث عن اللقطة. إبراهيم نور الدين هو الحكم الوحيد الذي كان يقوم بتحكيم الدورات الرمضانية في نادي الزمالك. إبراهيم نور الدين الذي سلم على كل لاعب من لاعبي نادي الزمالك عند احتفالهم في المباراة الشهيرة، احتفالهم بفوزهم بدوري المصري، وأخذ كل لاعب منهم بالحضن. إبراهيم نور الدين وهو بيواسي لاعبي نادي الزمالك لما بيكون حكم، شوفوا اللقطة بتاعته وهو بيعمل الشيكابالا وبيهديه كده وبابتسامة جميلة، وشوفوا لقطته مع أي حد تاني وهو بيعنفه. ماشي. إبراهيم نور الدين حكم لقاء القمة، هل يكون هو آخر حكم لقاء قمة؟ 22 سنة لإبراهيم نور الدين في التحكيم المصري منذ بدايته من 2002 إلى 2024، ما شفناش مباراة أدارها بامتياز. جميع المباريات اللي يوجد له فيها أخطاء، جميع المباريات لم يتخطى حاجز 7.5 من 10 في التقييم. إذا إبراهيم نور الدين هو حكم متوسط، مش هقول إن هو حكم فاسد، ولكن الأمور اللي هو بيعملها واستمراره واستكباره أن قراره هو الأوحد والصحيح هو من يوقعه في الأخطاء. مش هقول إن إبراهيم نور الدين متآمر وهو زملكاوي، لا، هقول إن استكباره على اعترافه بالخطأ هو ما يجعله كثير الأخطاء ولا يستطيع تصليحها حتى مع مناداته من الفار.
لماذا يقوم اتحاد الكرة بالعناد واستخدام حكام مصريين؟ اللي احنا شفناه في بطولة افريقيا كانت الامور صعبة جدا في بطولة افريقيا، لان احنا شفنا تحكيم مصري رائع يتخطى ويفوق كل الحدود، ولكن عندما عدنا الى الدوري المصري لقينا ما كان يتم احتسابه في كاس الامم الافريقيه لا يتم احتسابه نهائيا في الدوري المصري. اذا التحكيم المصري السيء والفاجر يتم التعامل معه والتحكم فيه عن طريق اشخاص يريدون للمنظومه الكرويه المصريه الاندثار والاضمحلال. اذا ابراهيم نور الدين حكم لقاء القمه القادم لن يكون حكما عادلا. اتمنى من الله ان يوفقه الله في تلك المباراه ولا يخرج باخطاء خاطئه، وان يفوز صاحب المجهود الاوفر وصاحب الحظ الاوفر في هذا اللقاء. النادي الاهلي هيدخل اللقاء دوت وعنده 5 لاعبين قد يكونوا 5 لاعبين عائدون، هم محمد ضو كريستو الذي قد يكون خارج اللقاء، وكريم نيدفيد وعلي معلول وبيرسي تاو ومروان عطيه. الأقرب للدخول إلى التشكيلة علي معلول وبيرسي تاو ومروان عطية. كريم وليد احتمال لو مروان عطية دخل التشكيلة، كريم وليد لن يدخل التشكيلة، ومروان عطية سوف يكون على دكة البدلاء، وسوف يكون في وسط الملعب أكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية لمواجهة خطورة خط وسط نادي الزمالك، اللي على ما أعتقد أن مستر جوزيه جوميز سوف يكون في تشكيله في وسط الملعب محمد شحاتة ونبيل عماد دونجا، وأمامهم ناصر ماهر وأحمد حمدي، وسوف يكون على دكة البدلاء عبد الله السعيد. نتمناها مباراة ممتعة تليق بسمعة الكرة المصرية، وأتمنى التوفيق للنادي الأهلي والفوز باللقاء إن شاء الله. مارسيل كولر سوف يكون في جعبته الكثير لمفاجأة نادي الزمالك، انتظرونا وبث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك وشرح لجميع الخطط والأخطاء التي سوف يقع فيها طاقم التحكيم، أو الأخطاء التي سوف يقع فيها المدربين، والأمور الامتيازية التي سوف يقوم بها اللاعبون أو طاقم التحكيم أو المديرين الفنيين. خلصت حلقتنا النهارده، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابقت أوقاتكم بكل خير، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. دمتم في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.